السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا طبعا من الفيديو اللي فات. برحب بحبايب قلبي الجداد. طبعا مشرفيني. النهارده هنعمل فيديو سهل وبسيط ولذيذ، وفي نفس الوقت كده يعني ايه، فلوساته كده قليلة او فلوسه قليلة شوية على ايه. وفي نفس الوقت يعني الأكلة بنحبها، يعني مفيش اختلاف عليها. هنعمل النهارده ان شاء الله الكرنبيط المالي او القرنبيط على حسب ما بتسموه. هنعمله بالطريقة التقليدية عادية خالص، بس هقولك على شوية تكات حلوة كده، ما يطلعش ابدا منك ان هو يعني شارب زيت او طري او كده. هيطلع معاكي مقرمش، واللون بتاعه هيطلع تحفة، وهتشوفي كل ده ان شاء الله معايا. وهعمل له برضو تتبيلة حلوة كده. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل كده. طبعا كل حاجة بذكر الله بتزيد طبعا حلاوة. زي ما انتوا شايفين ايه، قطعت في احيانا بيكون في قرنبيط كده في حاجات سودة، بنقشرها عادي زي ما قشرتها كده في اول الفيديو، مفيش اي مشاكل. وبنشيلها ونبدأ ان احنا نقطع بقى. انا مش هاخد القرنبيطية كلها، هاخد الكمية بس اللي انا عايزاها. وهبدأ ان انا اسلقها. مية السلق بتاعتنا عادي جدا، مية بتغلي فيها ملح وفيها كمون. طبعا زي ما احنا ايه متفقين ان الكمون مع القرنبيط ومع الكرنب في السلق، طبعا ده شيء اساسي. طبعا علشان الانتفاخات برضو، وبيدي طعم وريحة حلوة للقرنبيط بتاعنا وهو بيتسلق. بعد ما بيبرد مش بيطلع له اي ريحة خالص. تمام. ما نستغناش يا جماعة عن خطوة عن خطوة الكمون في سلق القرنبيط. هبدأ بقى ان أنا احط القرنبيط كله وهغطي طبعا عليه لما يستوي. وان شاء الله نعمل الخلطة مع بعض. سهلة جدا وبسيطة، ومقاديرها موجودة في قلب البيت ان شاء الله. وكل الحكاية ان اللي احنا هنستخدمه هيبقوا بيضتين اتنين، يعني كمان مش هنعمل بيض كتير. ولو انتي طبعا عايزة تستعملي بيضة واحدة يبقى هبدأ بقى كده احط البيض معانا. هحط بقى بيضتين، وهحط وهستعمل دقيق طبعا وشبت على كزبرة وملح فلفل اسمر كمون كزبرة شطة طبعا لو انت بتحبيه حار. وطبعا كوباية لبن او مية على حسب ما حضرتك تحبي يعني، او المتوفر عندك طبعا تقدري تشتغلي بيه. طبعا تقدري تزودي اكتر من بيضة، تمام مفيش اي مشاكل، اكتر من بيضتين لو انت طبعا حابة. ولكن انا حبيت اعمله يعني ايه، والبيض برضو ما يكونش كتير قوي، علشان يعني لو حد ايه يعني عايز يعمله كده عادي ينفع ببيضتين مفيش اي مشاكل. انما انت لو عايزه تحطي في الكميه اللي احنا بنعملها دي 3 بيضات، هتكون طبعا الكميه فيها ما شاء الله بيض كتير، وهتكون طبعا مناسبه. ولكن طبعا اللي حضرتك تحبي تعمليه تمام مفيش اي مشكله. هبدأ بقى كده احط كوباية لبن، ممكن تكون كوباية لبن على مية، ممكن تبقى مية بس او ربع لبن مثلا وتلات ارباع مية. ولكن اللي متوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. طبعا الخلطة دي بقى لازم تتحبش كده، لان هي اللي بتدي الطعم الحلو لقلب الكرنبيط من جوه، لان لو ما اتظبطتش او ما خدتش بهاراتها المظبوطه تحس ان الكرنبيط كده من جوه يعني ايه، مش طعمه مش الطف حاجه. هحط بقى طبعا، هو الكرنبيط طبعا بيحب الكمون، وهنحط طبعا الفلفل الاسمر علشان البيض، وطبعا الملح الحياء بتاعنا، ويعني البهارات كلها موجوده في البيت. هبدأ بقى ان انا احط كده البهارات كلها واقلبها الاول، وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي. اقلب بقى كده على طول طبعا. نقلب بمضرب علشان نقلب بمضرب علشان البهارات ما تتكتلش في مكان واحد، او الملح ما يتظبطش في الكمية كلها. هبدأ بقى انزل بالخضار بتاعي الشبت وكزبرة، ولو بقى منك يعني لو عملت كتير طبعا بزود الخلطة بتاعتنا ديت بتكون حلوة قوي. عن ما يكون قليل كمان، يعني لو انت عندك شوية حلوين كده او ربطة وربطة تقدري طبعا تستخدميهم. خلولك كده الخلطة طعمها حلو وريحتها طبعا كمان حلو. هبدأ بقى ان انا احط الدقيق، احط كوباية دقيق كده. وعايزة اقولك طبعا انت لو عاملة مثلا القرنبيط ده، وعاملة بطاطس كده، في بطاطس مقطعاها كده شرايح مسلوقة، وبتعمليها في نفس خلطة في نفس الخلطة ديت بتاع القرنبيط برضو، وبتستخدميها بتكون جميلة جدا، وبتديكي برضو طعم حلو قوي. يعني حلوة ان شاء الله تبقوا تعملوها. انا ما كانش بس عندي وقت يسمح،
فلو كان لو البطاطس مسلوقة كده مكعبات وحطيناها في نفس الخلطة دي تكون جميلة جدا برضو وقليناها في الزيت، بتدينا برضو طعم حلو قوي. هبدأ بقى ان انا ايه، حطيت كده شوية مية وحطيت معلقتين دقيق كمان. وهبدأ بقى ان انا ايه، طبعا على حد ما الخليط يظبط معاكي، يعني لما توصلي لدرجة الخليط يثبت على الكرنبيط معاكي، ما يسيب يعني ما يتزحلقش كده من عليها او يسيل زي المية، تعرفي ان ده القوام المظبوط. وهنشوف برضو القوام ان شاء الله مع بعض. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق، علشان لما بيكون فيه طعم الدقيق كده يعني متكتل بيكون طعمه مش كويس. هبدأ بقى ان انا احط كده رشة شطة كمان. لما بيكون الكرنبيط بالذات يعني محر بيكون طعمه حلو حلو يعني، وبشجع كده لما يعني ايه في الاكل لو في حد ما بيحبوش. انما لما بكون يعني حدقه هادي شويه او كده بتحسوه يعني مش الطف حاجه. هبدأ بقى ان انا ايه، اظبط بقى علشان ابدأ ان انا اشوف اعمل ايه في باقي المكونات بتاعتي. هبدأ احط الكفر الخارجي او الطبقة الخارجية اللي هتدينا القرمشة وهتدينا اللون الحلو وتدينا كل حاجة ان شاء الله. هبدأ احط شوية دقيق معانا، طبعا الكمية بقى يعني كوباية دقيق، طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وهنحط كمان نشا، يعني لو هنحط كوباية دقيق هتبقى ربع كوباية نشا. وهنحط كمان بهارات، طبعا ما ينفعش الدقيق ده ما يتبخرش، لازم هيتبخر معانا علشان طبعا يدينا طعم او يبان فيه الملح اللي احنا حاطينه، علشان ما يكونش الطبقة دي كده مايعة من بره، وهي اساسا اللي بتشجع في اكل الكرنبيط اللي هي الطبقة الكريسبي او القرمشة اللي بتكون موجودة بره. احط نفس البهارات يا جماعة، احط ملح واحط فلفل اسمر، او بلاش فلفل اسمر علشان ما يغمقش الدقيق. هنحط شطة وكمون وكزبرة وملح. والإضافة اللي أنا حطيتها هي سنة، يعني نقول قطرات كده من الزعفران، سنة بسيطة خالص من الزعفران البودر. تقدري طبعا تستغني عنها لأن هي يعني طبعا يعني هي ما عملتش حاجة. كل ده طبعا بيعتمد على التحمير المظبوط، ولكن انت لو حابة تحطيها تمام. انا حبيت احطها بس علشان تبان الدقيق من جوه كده، القرنبيطه بتاعتي لونها كده يكون مصفر وحلو. هبدأ بقى اقلب الحاجات دي كده كلها مع بعضها علشان اتأكد ان البهارات كلها اتوزعت في الدقيق وفي كل المكونات بتاعتي. هبدأ بقى اقلب كده كويس. طبعا هنحس ان الدقيق كده بقى فيه حاجة يعني مش ابيض ناصع عشان البهارات اللي احنا حطيناها وكل حاجة. هبدأ بقى ان انا اكمل ما تستغنوش يا جماعة عن خطوة النشا، لان هي النشا اللي بتدينا القرمشة الحلوة قوي دي، وبيكون طعمه في منتهى الجمال، وقرمشته كده بتكون صوتها عالي وبطرى معاكي يعني بعد شوية كتار، يعني مش بطرى على طول خالص. هبدأ بقى ان انا احط ايه، الكرنبيط بقى كده. هبدأ ان انا احط معانا، طبعا انا بعد ما انا ما قطعتوش وهو طري، لان لما بقطعه وهو طري بيتفرفت معانا تمام. هبدأ بقى ان انا كده احط الكرنبيط بتاعي في الخلطة ديت، وبعدين في الايه، وبعدين معانا في الزيت تمام. هبدأ بقى كده اشيل واحط على طول على النار. انا كنت قالية على فكرة في الزيت ده من قبل كده يعني، فهفضل بقى ايه اكمل باقي الكمية بتاعتي. ويكون اتأكد برضو ان الزيت معانا يكون سخن علشان ايه تبقى الدنيا تمام كده، والكفر بتاعي ما يفكش ولا كل الكلام ده. طبعا هو ما شاء الله يعني بياخد لون كده حلو من تحت كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ ان انا اقلبه عادي علشان كل كده وجه ياخد يعني دقيقتين 3 على النار، بيديني برضو قرمشة، ويكون اللون كله ما شاء الله. شايفين اصلا اللون عامل ازاي؟ لونه جميل جميل، وكمان اصلا مش ظاهر اصلا في الكاميرا ان هو اللون بتاعه كمان، يعني هو في الطبيعة لونه ما شاء الله حلو، ولونه كده يعني ذهبي لونه، وحماره حلو ومقرمش جدا جدا. هبدأ بقى ان انا برضو اقلب، واللي هي الطبقة الكريسبي اللي بتكون على الفراخ، اللي هي الكريسبي او الدبابيس وكل الكلام ده، يعني مكشكشة كده على القرنبيط وطعمها. هبدأ بقى ان انا اقلي باقي الكمية كلها بتاع القرنبيط علشان اوريكم طبعا شكلها بعد ما تخلص هتكون عاملة ازاي،
جميلة جدا وما شاء الله، وشكلها حلو ومقرمشة خالص. هبدأ بقى ان انا اقلب طبعا الكرنبيط بقى، وهسيبه طبعا على نار هادية، يعني مش نار هادية، نار متوسطة، فوق يعني فوق الوسط بشوية صغيرين، علشان بس ايه، ياخد كده لون من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت يدينا قرمشة. مقرمش جدا. انا يعني انا طبعا الصوت اتحذف مني، بس انا كنت ناوية يعني اسمعكم الصوت، بس هو حقيقي يعني بجد فيه قرمشة رهيبة، وشكله حلو، ولونه اصلا يعني بيتكلم عن نفسه، ومش محتاجة اي حاجة، لونه ذهبي وحماره كويس جدا. هبدأ بقى نطلع الكمية بتاعتي واحطها كده على طبق مفرود، واطلعها طبعا على مناديل بس علشان تشرب الزيت. وجميل جدا بقى، وطبعا يقدر يتاكل طبعا جنب بقى كشري، جنب عيش كده، طبعا على حسب ما حضرتك هتحبي تقدميه. بس هو يعني الخلطة دي ما شاء الله جميلة، وبتدي قرمشة حلوة قوي للكرنبيط، وبتدي طعم جميل برضه. وزي ما قلت لك، لو انت عايزة تحطي برضه اكتر من البيضتين اللي احنا حطيناهم برضه تقدري تحطي، مفيش اي مشاكل. ولو انت عايزة تعملي كمان ببيضة واحدة يبقى برضه على حسب ما حضرتك تحبي، دي كلها امكانيات، بس انا حبيت اعمله ببيضتين اتنين، علشان برضه اوريك ان شاء الله النتيجة برضه هتطلع كويسة، وهيطلع مقرمش برضه وطعمه حلو وكده، وان شاء الله يكون ايه، حلو كده وسهل اكيد في عمايله. هبدأ بقى ان انا اطلع كل الكمية كده بتاعتي. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله جميل جدا. طبعا انا متأخرة عليكم كده، بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، طبعا سامحوني سامحوني، لظروف والله يعني، ربنا ان شاء الله يسترها ان شاء الله. بس انا حبيت بقى الفيديو ده متصور عندي من فترة يعني، فانا حبيت بس ايه، اوريهولكوا كده. طبعا هي وصفة حلوة وحبيت اشاركها معاكم، وحبيت برضو اوريها لكم كده، طبعا سهلة وبسيطة وحلوة وفيها فوائد يعني كتير، وطبعا حلوة للمناعة طبعا الأطفال، واليومين دول الجو، فهي وصفة ممتازة، ومن الخضار اللي فيه فوائد جامدة جدا. فبس ده خليني نشاركها معاكم بقى، وقلت اقول لكم بقى يعني ايه، ان شاء الله ربنا كده يحسن ما بين ايدينا، وان شاء الله الفترة اللي جاية نعمل حاجات كتير مع بعض، وربنا ان شاء الله يسترها ان شاء الله. هبدأ بقى واشوفه اصلا عامل ازاي من جوه، ما شاء الله طعمه حلو، ريحته في منتهى الجمال، والكمون مش مخلي ليه اي ريحة وحشة، لا، ريحته جميلة جدا زي ما انتوا شايفين شكله. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة لسه ما اشتركش، وطبعا وبرحب بحبايب قلبي الجداد، منورين طبعا، وجودكم على راسي من فوق. واسيبكم ان شاء الله في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.